عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم البوشيار كيف ما كتشوفوا او الشيار كل كيفاش كيسمي. كيجي رائع جدا، وصفه خديتها من عند اختي كديرو كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 2 زلايف ديال سميده رقيقه. بالنسبه للدقيق كنحتاجو نفس الكميه، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملح، والماء دافئ للعجن. غادي ناخذ السميده مع الدقيق، غادي نضيف خميره فوريه او المعجونه اللي متوفر، قبيصه ديال الملح، سكر سنيده، وغادي نضيف شويه ديال الماء. ما درتش العبار حقاش غادي تكون العجين رخوه، ما تجيش قاصحه، ما نقصحهاش وما تكونش رخوه عاوتاني بزاف. كل ما احتاجيت الماء كنزيد بشويه. بعد ما عجننا العجين كندهن يدي بالزيت نباتيه ونقلعها من الجوانب، ندهنها من الفوق بزيت نباتيه ونغطيها بالبلاستيك حتى ترتاح ويتضاعف الحجم ديالها. نزيد فوقها منديل باش يتضاعف الحجم ديالها، خليها لمدة 10 دقائق او على حسب الجو. بعد ما تضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا كندهن يدي بزيت نباتيه وكنكون كويرات الحجم اللي بغيت. انا درتهم على هذا الشكل او على هذا الحجم اللي بغيتو، العبار اللي بغيتو، كاين اللي كيديرهم كبار صغار. كناخذ ورق المطبخ كندهنو بزيت نباتيه وكنسرح فوقو البوشيار ديالنا على شكل دائري، وكنقلبها نيشان في مقله تكون ساخنه، وكنقاد الجوانب حتى كيتكون لينا فقاعات هكا. عاد كنقلبها، اللي بغى يطيب الجوانب راه كيطيبهم. كيف ما كتشوفوا هذا هو البوشيار ديالنا، كيجي لذيذ بزاف، جربوه كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، ما تنساوش تابوناو وديروا جيم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.